اللهم يسر لي الخير حيث كنت وحيث توجهت، سخر لي الأرزاق والفتوحات في كل وقت وساعة، يسر علي كل صعب، هون علي كل عسير، احفظني بما ينزل من السماء وما يخرج منها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية اسمحوا لي أشكركم على تعليقاتكم الحلوة على فيديو المفتول. اليوم إن شاء الله رح نحضر وصفة مصرية، هي وصفة طبعا شرقية بشكل عام، رخيصة وحلوة في متناول الأيدي. وصفتنا لليوم هي الرز بلبن أو رز بحليب. طبعا زي ما انتم شايفين رح نبدأ بأنه نحط الحلة على النار، وأنا اخترت اليوم كلمة حلة لأنه هذا الحلو مصري بامتياز. حنبدأ طبعا بوضع لترين من الحليب، وبنصحكم أنه يكون الحليب كامل الدسم. ما رح نستنى الحليب يدفى، مباشرة رح أضيف كوب من الأرز المصري، وطبعا قبل ما نضيفه على الحليب لازم نغسله. والآن زي ما انتم شفتوا أنا غسلته وضفته مباشرة على الحليب. طبعا لازم ننتبه انه ما ينحرق منا الحليب او يلزق الرز بكعب الطنجرة، مشان هيك لازم نضلنا نحرك باستمرار. الآن رح أضيف حوالي 3 معالق من نشا طبعا الذرة، رح أضيفه والحليب لسه بارد، يعني قبل ما يدفى الحليب، لأنه لو دفي أو سخن الحليب راح يكتول عنا النشا. ولأني بحب طعم الحلا يكون معتدل في الوصفة، ضفت كوب واحد من سكر ناعم الحبيبات. زي ما انتم شايفين أنا لسه بحرك لحتى يتماسك الرز مع النشا والحليب. تسوية الرز مع الحليب محتاجة طولة بال. لو انت حابة تسرعي هذه الخطوة فيكي تسلقي كوباية الرز من قبل مع 3 كوبايات مية، ولما يتشرب الرز تماما المية بتضيفي بعدها طبعا الحليب. هذه الخطوة أسهل طبعا للمبتدئات. الآن ضفت علبة قشطة أو جيمر، معلقة ماء ورد، ومستكة مطحونة. رح أستمر برضو في التقليب زي ما انتم شايفين، ورح أضيف حوالي 1.5 معلقة من الزبدة. الزبدة بتخلي طعم الرز بحليب أكتر غني. ولو بتفضلي كمية الرز تكون أقل بهذه الوصفة، فبدل كوباية رز حتضيفي نص كوباية على لترين الحليب. وهيك وصفتنا صارت جاهزة. بعد ما دابت الزبدة رح أطفي عليها مباشرة، والآن أبدأ أوزع الرز بلبن في الصحون. أنا اخترت صحون فخارية من الفخار، لأنه رح أحمر جزء من هذه الكمية في الفرن، رح نحمر وجهها. وطبعا هيك بيكون عنا الرز بلبن جاهز. بتمنى انه الوصفة لليوم تكون نالت اعجابكم، واذا عجبتكم اكيد ما تنسوا تشاركوها مع الناس اللي بتحبوها. دمتم بحفظ الله ورعايته. إذا حال الله بينك وبين معصية عزمت عليها فنجاك الله منها، وقسما بمن أحل القسم لا ينجي الله عبدا من معصية قدر عليها إلا إذا كان عظيم الكرامة عند الله.